بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. النهاردة بإذن الله معانا جولة في العتبة، هنروح مع بعض درب سعادة وضرب البرابرة، هنشوف إن شاء الله هناك الأجواء بتاعة رمضان والمشتريات بقى بتاعة رمضان والشفاشف بقى والمفروشات والزينة وكل حاجة حلوة تخص رمضان إن شاء الله هنشوفها النهاردة مع بعض. طبعا كان اول مره نخرج في القاهره، كان رحنا يعني على الفرح وكده، فاللهم صل على سيدنا محمد. فتاني مره بقى تمطر المطر اول ما ركبت برضه المواصله، كنت فرحانه جدا بالاحساس ده واستغليت بقى وقت المواصلات بالدعاء. ربنا ان شاء الله يتقبل يا رب ويسعدنا جميعا ويكرم الجميع يا رب بكل خير. بصوا بقى احلى احساس بقى لما تنزلي القاهره في اوقات الموسم، بتشوفي حاجات حلوه وعينك كده بتملي عينك بحاجات كده جميله. يعني بصوا من غير ما تشتروا الطلعه نفسها وان انت تتفرجي استمتاع ده وحده. احنا عندنا هنا في البلد يعتبر مش بطلع اشتري حاجه، فبالنسبه لي لما بروح القاهره ان انا انزل كل يوم العتبه والف بقى في شوارعها واشوف ايه الجديد وكده، ده في حد ذاته فسحه كده ومتعه وحديه مش لازم تشتروا. طبعا زي ما انتم عارفين كل حاجه غليت، ما فيش حاجه ما بقتش غاليه، فالناس يا عيني ما بقتش عارفه اذا كانت تجيب الاكل ولا الشرب في رمضان، اذا كانت اللهم صل على سيدنا محمد تجيب الزينه. فكتر خير الناس والله يعين الناس. اهم حاجه في دخول رمضان ان احنا نبقى مستعدين للعباده، دي اهم واول واخر كمان، يعني حاجه مهمه هي دي ان احنا نبقى مستعدين للعباده، مش ان زينه واكل وشرب ومش عارفه ايه. الحمد لله الواحد لو كل ايه، لو كل عيش حاف الحمد لله تبقى ايه مستوره معاه يعني، وفضل ونعمه من الله. فعلا هو الحال بصراحه يحزن. برضو الاكل والشرب برضو حاجه تحزن برضو، ان انت تبقي عايزه تاكلي مثلا اولادك كل حاجه حلوه ومفيده ليهم، واللهم صل على سيدنا محمد وتبقي مش قادره تجيبها لهم، دي برضو حاجه تحزن. بس هنقول ايه، علينا بقى بالدعاء وعلينا ان احنا نسعى. اسعوا بقى وكل حد في ايده حاجه يعملها من ناحيه السعي للرزق يعملها. ربنا يا رب يرزقنا واياكم. فما تحزنوش وادعوا كده ربنا يفك كرب البلد، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. فبصوا بقى برغم الغلو بقى بتاع الاسعار والحال البلد فيه، فانا عارفه ومتاكده ان كل حد لازم يجيب حاجه تفرحوا كده في رمضان وتحسسوا باجواء رمضان من ناحيه بقى الزينه او كده، فباقل القليل اللي نقدر عليه هنعمله. بصوا بقى الاطباق الحلوه دي، اطباق جميله جدا ميلامين، جميع بقى الالوان عجبتني جدا، ووقفت بقى جميع الالوان والمقاسات، المستطيل بقى والمربع والغرف والرز، فشكلها حلو خالص. وقفت عشان اسال السعر، فالراجل صاحب الشغل يعني ما كانش قاعد وكده فما عرفتش السعر كام. وشفته بقى في الفيديو برضه في البدايه الصواني اللي هي الهلال والنجمه اللي كانت بتتعمل بالمعدن دي وكانت غاليه، دي عاملين منها ببلاستيك. تمام. فاكيد طبعا برضو سعرها هيكون ايه، هيكون رخيص. طلعنا بقى الطلعه دي مع جوز اختي واختي وابن اختي وعيالي، مسكوا فيا يا ماما عايزين نروح وزي كده فطبعا الشوارع زحمه جدا ما كانش ينفع ان هم يروحوا، فمحمود جوزي قال لي خديهم معاك خليهم يتعبوا عشان يحرموا، فخدتهم معايا. بصوا بقى السجان دي سجان جميله جدا وتقيله، اول مره اشوف سجان بالتقل ده. الصاج ده اللي هو ارتفاعه رقيق، اول ما مسكته كنت فاكره انه هيكون خفيف، طلع تقيل جدا. فما شاء الله، بس طبعا اسعارهم يعني غاليه شويه. فوقت تاني ان شاء الله اكون عامله حسابي هبقى اجيب لي كده كام صاج لشغلي، حلو ما يحرقش المخبوزات بسرعه وكده. احنا حاليا في المسكي في شارع اسمه درب سعاده، بجوار جامع البنات. فالشارع ده بقى في شارعين هما لدرب سعاده، شارع بقى اللي اغلبه فيه تجار الجمله، يعني الراجل ده اللي بيبيع اللي هي علبه الشاور او البلسم دي بيبيعها بالدسته كامله، قال لي الدسته ب 1550. فهي بصراحه برضو كان سعرها غالي على 12 واحده. طبعا اغلب الاسعار هناك للتجار وكده، الشارع ده بالذات اللي انا فيه فبياخدوا بالدسته. والاطباق برضو دي عجبتني جدا. العروسه بقى اللي هتروح درب سعاده مش هتحتار في اي اختيار، بس اهم حاجه يكون معاها مبلغ وقدره، هتدخل الشارع هناك هتطلع من غيره على طول. دلوقتي بقى مشينا من درب سعاده ورحنا درب برابره برضه في المسكي. فرحنا بقى هناك الاجواء كانت جميله وكل حاجه تخص بقى الزينه. وبصوا بقى السجاد ده بتاع المشايات دي بتاعه المطابخ، عاملين بقى باشكال رمضانيه بوجي وطمطم وبكار. عجبتني جدا ما شاء الله. وعلاء الدين
هنا بقى الصواني دي اللي كانت في البدايه برضو اللي قلت لكم عليها عاملين منها بلاستيك. الاول كان معمول منها يعني معدن وكده. بصوا الطبلوهات دي طبلوهات صغيره كده برضو باشكال رمضانيه. والطبلوه اللي ماسكاه في ايدي ده، يعني طبعا هنا كنت انا بصور واختي كانت برضو بتختار عشان عايزه حاجات برضو لنفسيها تزين بيها البيت وكده. عجبني الشكل اللي هو في ايدي ده، اخدته واخدت برضو اختي منه واحد. هفرجكم برضو دلوقتي باقي الاشكال. يا بنات بالله عليكم ما تنسوش بقى تعمل لايك للفيديو وكومنت منكم حلو يشجعني اقدم محتوى افضل. الطابلو ده بقى ينفع يتحط في يوم الوقفة بقى في العيد والليلة الكبيرة بقى هو الشكل نفسه عامة بتاع العرايس دي برضو بيفكرك بتاعة زمان، اللي هي العرايس اللي كانت تيجي زمان وكده اللي هي الفرجة دي اللي كانوا يعملوها زمان بالعرايس المتحركة. فجبناه عجبنا يعني وكده عشان حسيت الإحساس اللي هو بتاع زمان. انتوا عارفين أي حاجة تخص زمان أنا بحبها. هوريكم بقى الاشكال بتاعت الطبلوهات الصغيره. بصوا الطبلوهات دي صغيره، انا بقى جبت في مره تاني طلعت في طلعه تاني جبت ايه طبلوهات تاني كبيره شكلها تحفه. هوريها لكم برضو. مش عارفه اذا كان يعني انا لسه حاليا بمنتج الفيديو، لو كان في مساحه تاني معايا ان انا احطها هحطها، لو ما حطيتهاش فانتظروها ان شاء الله الفيديو اللي جاي. عجبني وضحكني جدا الطابلوه ده. بصوا مكتوب ايه، انا شجيع السيمه. ثواني هجيب لكم تاني اهو. انا شجيع السيمه ابو شنب بالريمه، مسكته واشتغلت اضحك. عجبني خالص، مش عارفه ليه ما جبتهوش. انا وقتها بس كنت في البدايه ما اشتريتش غير الطابلوه الصغير اللي هو جبته ده، فقلت يعني ما استعجلش عشان انا مش عايزه اجيب حاجات كتيره و... وابقى بعد كده بعد ما الف لفه، انا بحب عامه يعني اجيب حاجتي في الاخر بعد ما الف لفه واشوف الاسعار واشوف الاشكال عشان ما ندمش وكده، وابقى جبت حاجات ملهاش لازمه معايا. قعدت هنا بقى في الارض وقلت بقى ايه اقلب فيهم واشوف ايه، كل شويه امسك انا شجيع السيما ابو شنب بالريمه. عشان اختي يعني كانت عايزه كذا شكل وكده، فانا كنت بوريها وبصور بالمره. عجبني الشكل اللي هو بتاع الكنافه ده اللي ورا، حسيت لونه حلو كده وحسيت فيه باجواء رمضان مسحراتي وبتاع الفول. فقلت لاختي حلو ده خديه، ايه رايكم فيه؟ شكله حلو صح؟ عايزه اقول لكم يا بنات والله انا بحبكم في الله وفرحانه جدا ان انتم موجودين معايا ومأنسيني كده ومنوريني في القناه. يا رب دايما كده في ظهري ان شاء الله، وباذن الله قناتي كده قريبا هتكبر بيكم. بصوا ده بقى رمضان احلى مع عائلتي. هنا رمضان كريم اخترنا كده الاشكال اللي هي ايه. هنا رمضان كريم بكار. هنا بقى اختي عجبها الطابلوه ده كان شكله حلو وقالت لي تاخدي زيه رحاب، مش عارفه ايه، قلت لها لا وبعدين وما جبتش منه، بس شكله جميل خالص مش عارفه ازاي ما جبتش منه. مكتوب عليه بقى رمضان كريم والاشكال برضو بتاعت العرايس المتحركه دي، ومعموله بقى ايه بخيوط خيش اللي هي الخيوط اللي هي ايوه الخيش. تمام، فكل شكل نازل منه كده شكله علاجه بنفس الشكل يعني. طبعا المكان ان هو زحمه فمش عارفه اخد راحتي في التصوير. هنا بقى كان فيه الاشكال اللي هي رمضانيه ومعموله بخيوط المكرميه، كان شكلها تحفه جدا وشيك جدا. طبعا شغل المكرميه ده طالع تاني وطالع ترند خالص. عمر الشغل ده ما بطل، ودلوقتي بقى الفنانين بقى اللي بيشتغلوا الشغل ده عاملين فيه ابداع عامه يعني. بوريكم هنا بقى الاشكال اللي اشتريتها دعاء اختي، وهنا كانت بتوريني بقى الحبل من نور المعدن، مش عارفه جابت منه ولا مش جابت انا مش فاكره. بوريكم بقى هنا شكل اللمبه البلور اللي هي بتاع الزمان، عاملين منها بقى ديكور بلاستيك ومبخره بقى بصوا المبخره دي مكتوب عليها رمضان كريم شكلها حلو. وهنا بقى دي اللي شبه اللمبه الجاز بتاع الزمان حلو خالص. دي بقى الفوانيس المكرميه النظام كده صف واحد معمول تحفه برضو ما شاء الله. وده بقى حبال الزينة برضو معمولة بأشكال مختلفة. وده بقى الراجل بتاع القطايف اللي بيعمل القطايف شكله تحفة. إن شاء الله بإذن الله هعمل لكم الراجل بتاع الكنافة الأيام اللي جاية بفيديو، عندي يعني شاسيه حديد وهعمله لكم. بصوا بقى المفارش دي جميلة جدا وخامتها تحفة، خامة كده عاملة زي الجنز التقيل بألوان زي ما انتم شايفين بقى الأحمر والأسود والبيج، بس ما سألتش على سعرها. جود السلوك كانوا مبسوطين بقى بالأجواء والعرايس بقى والفوانيس اللي شافوها، فكانت اجواء حلوه. بس اتهدوا طبعا في اليوم ده في الزحمه بقى، وكان يعني العتبه طبعا اللي راح هناك وشاف عارف بقى شوارع العتبه والمشي فيها، وبالذات لما يكون معاك عيال يا لهوي، ده انت لو كنت جره كده خرفان وراكي وشداهم مش هتتعبي زي ما كنت جره عيالك.
حاجه صعبه بصراحه. بس انا قلت برضه اخدهم مره على نفسهم. الفوانيس دي بقى حلوه حلوه خالص. الراجل وقتها قال لي مش عارفه ب 20 جنيه الفانوس تقريبا او 25. حلو والله وسعره حلو، وبرضه مش عارفه ازاي ما جبتش منهم. انا دلوقتي بقيت احاول اتريث دلوقتي في الشراء، بالذات لما بكون يعني معايا مبلغ محدود وراح اجيب حاجه بيه مثلا معينه. فابتديت بقى ايه ان انا امسك نفسي. الاول ما كنتش امسك نفسي، اخلص فلوسي وخلاص على كده. فكنت عايزه اتأنى طالما انا هجيب حاجات بسيطه، فاجيب الحاجه اللي انا عايزاها. طبعا شارع درب البرابرة ده تلاقي فيه كل حاجة تخص أي بص موسم. الناس اللي هم تجار مش تجار، اللي هم بتوع الهاند ميد اللي بيحب الشغل هاند ميد وكده. الخرز، شغل الهاند ميد عامة، الخيوط، أي حاجة عايزاها كل ما تتخيليه درب البرابرة. الشاسيهات الحديد اللي أنت عايزة تعمليها فوانيس، تعمليها مكرمية، برضو موجودة في درب البرابرة. بصوا هنا بقى العيال شافوا هنا فنانيس فعايزين يصوروا. عاملين بقى فوانيس بأحجام كبيرة. أنا بصراحة ما شفتهاش غير يعني شبه كده الأصنام. هي طبعا العيال بتفرح لأن شخصية كرتونية وكل حاجة، بس إن أنت تجيبي حاجة زي كده تحطيها في بيتك فبتبقى زي الصنم. دي بقى أشكال ميداليات بأشكال كرتونية بتاعت رمضان، بسنت بقى وبوجي وطمطم وفنانيس وبكار، عجبتني جدا وجبنا منها. في درب البرابرة بقى تلاقي كل حاجة حلوة تخص ديكور منزلك تلاقيها هناك. سيبكم بس من الأشكال اللي عاملة زي الأصنام دي بتاعت فوانيس. هنا بقى الأشكال اللي هي اللي بتحط فيها بقى الشمع والديكورات الحلوة كده. كل حاجة تخص ديكوراتك هتلاقيها في درب البرابرة. ما شاء الله، يعني أي عروسة عايزة تجيب ديكورات أي حاجة تدخل درب البرابرة. عايزة تتجهزي من اللهم أدوات منزلية وكده، اللهم صل على سيدنا محمد، تدخل درب سعادة. وكمان المكان اللي هتلاقيه ارخص من درب سعاده اللي هو ابو النمرس. ابو النمرس ده في الجيزه. المكان ده هو بيقولوا اساس المنبع يعني بتاع الشغل، فابقوا روحوا برضو هناك. طبعا الفوانيس بقى دي اللي هي بقى ايه، اللي انا مش بحس اصلا انها فانوس. عباره بقى عن عرايس بتقول وحوي يا وحوي واغاني رمضان والحاجات دي. انا مش بحس الحاجات دي بصراحه فوانيس. هنا اختي بقى كانت واقفه بقى بتشوف عايزه تشتري طبله وحاجات زي كده للعيال مسحرات والكلام ده. دخلنا بقى جوه بقى نتفرج وبصوا. انبساط انبساط انبساط. انا ليا فتره كبيره متعوده الاماكن دي بروحها وحدي. كنت الفتره الاولانيه يعني من كام سنه كان محمود يلف معايا في الاماكن دي. بعد كده بقيت بصراحه الف فيها وحدي. فلما كانت معايا اختي النهارده لاول مره فكنت مبسوطه جدا. الطابلوه ده بقى كنا نتفرج عليه، فالراجل قال في منه بينور وفي منه من غير نور. فجابت اختي منه بنور، اللي هو بنور تقريبا بقى 35، واللي من غير نور ب30. كان برضو في منه اشكال حلوه وعجب اختي وخدت منهم واحد. هنا كان بيشغل لنا النور بتاعه بيوريهولنا بقى شكله بالنور، فشكله حلو خالص. زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكله تحفه. الراجل ده كان فارش شويه شغل حلوين خالص، ومن ضمنهم برضو شغل هاند ميد كان شكله تحفه. عجبتني برضو اللي هي الاشكال دي. بس بلف هنا بحاول اوريها لكم كده بشكلها المعدول. وعجبتني الصواني دي معمول فيها شغل الخيوط اللي هي المكرميه تقريبا، او مش عارفه اسمه ايه الخيط ده عامه. فشكله حلو خالص. وكسترات بقى الكوبايات بنفس الشكل اللي هو موجود على الصينيه. عجبتني ما شاء الله شكلها جميل الصينيه دي. طبعا في منها اشكال والوان. واعذروني بقى مش بقول لكم اسعار، يعني اغلب الاسعار مش بقولها عشان والله نسيت بجد يعني الاسعار تمام. وفي حاجات انا اصلا يعني كنت بتفرج عليها ومش حاطه بالي ان اشتريها، فما كنتش بسأل على سعرها. وبرضو الصواني دي معمول فيها زي شغل كده شراشيب، يعني عاملين فيها شويه تزيين هاند ميد برضو شكلها حلو. بص برضو الصواني دي شكلها جميل، مدوره كده ويعني ملهاش ايد بس هي شكلها برضو حلو خالص. اختي هنا كانت بتختار بقى الطابلون اللي هي عايزه تجيبه. كانت قاعده مريحه شويه على العتبه، فبتقول لي يعني تختاري معايا ايه يا رحاب. فاخترت معاها شكل، قولي لي بقى هو ده احلى شكل ولا لا. اخترت معاها الشكل اللي لونه اسود ده. فهي كانت محتاره ما بين ده والتاني. قلت لها لا ده حاسه ان هو يعني كده هادي شويه بالسما السوداء اللي ورا، وشكله ظاهر بسبب الهدوء اللي فيه، لكن التاني فيه اشكال كتير ملخبطين كده فيه. فقولوا رايكم الشكل اللي انا اخترته ولا الشكل التاني. ده بقى المحل اللي بنتفرج فيه على نفس الشغل اللي بوريه لكم دلوقتي. بصوا بقى الفوانيس اللي معموله شغل يدوي شكلها حلو، معموله
بالكروشيه وكده. وبرضو في اشكال كتير مكرميه موجوده. اغلب شغل رمضان السنه دي داخل فيه الهاند ميد، فالشكل بصراحه تحفه ما شاء الله. هنا بقى لقيت الكتب بتاعت حصن المسلم، فقلت بقى ما بدهاش ولازم ابعتها هديه لبابا الله يرحمه. طبعا في ناس بتشتريها بتقدمها في اسبوع النونو او اي مناسبه او فرح او كده، فحبيت ان انا اشتريها وان شاء الله كده ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسنات ابويا، ربنا يرحمه رحمه واسعه ويسكنه فسيح جناتي. حاجه بسيطه هي بس، ربنا يقدرني ان شاء الله واعمل له حاجه كده كبيره باذن الله. وهنا بقى كنت روحت البيت وكنت جايبه معايا مفرش علشان لو حبينا ناكل على الارض ناكل عليه، فعجبني خالص المفرش ده. عليه بقى بيوت النوبة والشخصيات بقى بتاعت مسلسل بكار، بكار ورشيدة وحسونة، فتحسوا كده المفرش مبهج خالص. ايه رأيكم فيه يا بنات؟ قولي لي بالله عليكم رأيكم في التعليقات. بصوا النخل اللي ورا والسما، فحسيت ان هو شكله حلو. هنا بقى المقدمة ان شاء الله بتاعت الفيديو اللي جاي. بإذن الله الفيديو اللي جاي برضه هيكون فيه يعني كان مقتبس من الفجالة وكالة البلح وفيلم تاني وكرداسة. وبعد كده باذن الله هننزل بفيديوهاتنا بتاعت كل سنه، ربنا يا رب ما يقطعها عاده. وكل سنه وانتم طيبين. هنبتدي بقى نجهز السطح بقى رمضان ونزين السطح وهتكون باذن الله اجواء جميله. ما تنسوش بقى يا بنات تعملوا لايك للفيديو وتعليقات حلوه كده تشجعني اقدم محتوى افضل. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.